1 ضد الكاميرون في المباراة الفاصلة التي المباراة الشهيرة. فرصة الهدف الأول ضاعت، خطأ من الحارس، ما تزال الفرصة. هذا محرز عمورة الهدف الأول في الدقيقة 12 يعلنها السريع محمد الأمين عمورة، هدف أول في المباراة. فرحة جماهيرية كبيرة طبعا. خطأ لا يغتفر من الحارس برونو فاريلا. لاحظوا الإعادة في المرة الأولى، حاول أن يتدارك الخطأ ولكن خطف إسلام سيماني الكرة، ثم محرز مررها لعمورة وحده أمام الشباك فارغة وفي مواجهة المدافع. هنا الفرصة، هنا محرز لم يكن أنانيا، مرر لعمورة بسرعة، والهدف الأول للمنتخب الجزائري. 12 دقيقة، المنتخب الجزائري صار متفوقا 1-0. بداية وتفوق منطقي لحد الآن بالنظر إلى الدخول القوي للمنتخب الجزائري. أخطاء كبيرة عند مدافع الجزائر كلها تنتظر هدفا ثانيا. لحد الآن الأداء مقنع إلى حد بعيد. الآن حسام عوار يا له من هدف ثاني رائع من حسام عوار الذي يسجل أول هدفه مع المنتخب. يا سلام على الهدف، ويا سلام على التمريرة، ويا لروعة التمريرة والهدف بذكاء كبير. عوار هنا التمريرة خلف المدافعين. عوار بذكاء يرفع الكرة لوب على الحارس برونو فاريلا، يسجل الهدف بطريقة جميلة. يدون حسام عوار أول أهدافه مع المنتخب الجزائري في المباراة رقم 3. هنا انطلق عوار، هنا سجل عوار، هنا قال أنا موجود. هنا التحية للجماهير الجزائرية. شوف عوار، يا له من هدف، ويا له من روعة، ويا له من أداء. قلت أن جماهير قسنطينة تنتظر هدفا ثانيا، وجاء الرد سريعا من حسام عوار نجم نادي، ما يؤهلنا لأن نكون المرشح لنيل اللقب الافريقي للمرة الرابعة في تاريخ منتخبنا الجزائري. حسام عوار يغير اتجاه الكرة إلى حسام أو إلى رياض محرز، البحث عن رأسية. الثالث للمنتخب. حسام عوار إذن يسجل الثالث للمنتخب الجزائري. انهيار دفاعي لمنتخب الراس الأخضر. لاحظوا الإعادة، طوفان جزائري في هذه اللحظات. شوف رياض محرز، الكرة كانت متوجهة إلى إسلام ثم ارتدت، وحسام هذه المرة بالرأس يسجل الثالث. 3-0 صارت النتيجة. حسام عوار لوحده، حسام عوار نجم المباراة لحد الآن بالقدم وبالرأس، يسجل ثنائية أول ظهور رسمي كأساسي مع المنتخب الجزائري. شوف وسط غياب تام للدفاع بصراحة. وجه آخر ظهره الخضر بطريقة اللعب في التنويع، بينما هذه فرصة وتصويبه. هدف أول، تصويبة بالقدم اليسرى وهدف أول للمنتخب الراس الأخضر بالقدم اليسرى. سجل اللاعب كوريا لاعب نادي رايو فايكانو الإسباني بتصويبة ممتازة باغتت ماندريا من خارج منطقة الجزاء. مباغتة هذه التصويبة من ديغو كوريا. شوف الإعادة هنا رغم الضغط من عمورة، ولكن كيف هيأ الكرة ثم صوبها بالقدم اليسرى. قوية جدا باغتت الحارس موندريا. إذن صارت النتيجة 3-1 بهذا الشكل، بهذه الكيفية. سجل منتخب الرأس الأخضر.
عادت للمنتخب الجزائري. امين كويري بحثا عن رياض ربما الهدف الرابع. راميز الهدف الرابع للمنتخب الجزائري، الثاني لراميز زروقي مع المنتخب الجزائري في 26 مباراة مع الخضر. راميز زروقي بطريقة ممتازة يصوب بالجهة اليمنى للحارس برونو فاريلا بطريقة رائعة. هنا التمريرة الأولى كانت من أمين كويري ثم رياض محرز بالعقب يهيئ الكرة لراميز يصوبها من خارج منطقة الجزاء. شوف التمريرة بذكاء من أمين كويري ثم الثانية والثالثة كانت ثابتة في شباك برونو فاريلا. الرابع للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يستعرض صراحة